في هذه الساحة بمنطقة بونديرا شرق مقديشو يجتمع هؤلاء الشيوخ ظهيرة كل يوم لممارسة هواية ظلوا يعشقونها منذ القدم. يجمعون هذه الرماح استعدادا لبدء مسابقة الرمي، حيث ينقسمون فريقين يدفع كل منهما شخصا يمثل فريقه في كل مبارزة لإصابة الهدف، الذي هو عبارة عن قطعة من جسم صلب موضوع في مكان بعيد نسبيا عن مكان إطلاق الرماح. تشتد المسابقة وتنطلق الرماح نحو الهدف، وكل يأمل في الفوز بإصابة الهدف أولا، أمر يتطلب مهارة عالية في الرماية. وبعد عدة محاولات يصيب هذا السبعيني هدفه متغلبا على منافسه فيكاد يطير فرحا. يقول الحاج إبراهيم أحد أشهر رماة هذا المجلس إنه يمارس هذه الهواية منذ قرابة 60 عاما، حيث ورثها أبا عن جد، مشيرا إلى أن الرماية جزء من التراث الإسلامي ينبغي المحافظة عليها. هذه العادة كانت موجودة منذ عصر الصحابة، أنا أمارسها منذ 56 سنة. لكن البعض يذهبون أبعد من ذلك، حيث يقول محمد معلم الذي مارسه الآخر هذه المهارة نحو 50 عاما إن الأسلحة العصرية الموجودة في هذا العصر تندثر، ويعود الناس إلى استخدام الأسلحة التقليدية. كما أخبرنا أهل العلم فإن الأسلحة التي تستخدم هذا العصر سوف تختفي، ويعود الناس إلى السلاح البدائي. هذه الرماح ليست قاتلة، إنما فقط للتدريب، فالرماح المسمومة هي القاتلة. وبعد انتهاء المسابقة وكعادة كل يوم ينصرف هؤلاء إلى منازلهم وهم على موعد في اليوم التالي، ولسان حالهم يقول البقاء في هذا الميدان حتى تأتي الحرب التي يستخدمون فيها هذا السلاح ضد عدوهم المفترض. عبد الرحمن بخاري، العربية، مقديشو.